السلام عليكم خوتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وسمحوا لي على هاد الغبره اللي غبرت. كانت عندي واحد الظروف داكشي باش خلاني نغبر على القناه، واليوم جيتكم بواحد القصه اللي جديده ومؤثره بزاف. كنتمنى تعجبكم وتكون عبره لاي وحده. انا توريه، عندي 26 عام وعندي جوج وليدات. انا من عائله عاديه ومتواضعه، احنا 4 ديال البنات وجوج دراري. كنت انا ساكنه في العروبيه. الاب ديالي كان لاباس عليه ولكن سقران بزاف. انا صغيره في خوتي. من بعد الاب ديالي شرى لينا دار في المدينه، تحولنا ليها تما فين بدينا قرايتنا وبدينا واحد الحياة أخرى، حيت حنا كنا في العروبية ومشينا للمدينة. صافي بديت القراية ديالي، تعرفت على صحابات جداد. وأنا كنت صغيرة في خوتي، كنت ديما كنتسخر للأم ديالي فيما كانت كتبغي شي حاجة كنمشي أنا نتسخر ليها. كنت ديما وقت ما كنبغي نتسخر كيبقى تيشوف فيا واحد الدري غير من بعيد، بقات هكاك ديما حتى لواحد النهار اللي وقف عليا انا وصاحبتي طلب مني النمره ديالي. ولكن انا ديك الساعه ما كانش عندي التليفون والاب ديالي ما كانش باغي يشريه ليا. صافي عطيتو غير النمره ديال صاحبتي، بقيت كنتواصل معها غير من عندها يعني التليفون ديالها. صافي من بعد شهرين وليت متعلقه بداك الدري بزاف وكنبغيه، حتى لواحد النهار اللي قال لي انا راني تعلقت بيك بزاف وما كرهتش نتزوجو وانا راه بغيت نجي لداركم. انا ديك الساعه طرت بالفرحه، مشيت بديك الفرحه مشيت عند الام ديالي وقلتها ليها، وحتى هو قال لي غير سيري قوليها لوالديك. انا مشيت ديك الساعه بديك الفرحه، مشيت عندها وقلتها ليها وهي ما وافقاتش، قالت لي لا كملي قرايتك وهذا. ولكن هي ما بغاتش تقولها الاب ديالي، حين ترى قالتها لي غادي يوافق. صافي انا ديك الساعه تقلقت بزاف حيت ما بغاتش، بقيت غير كنبكي وكنطلب فيها. الساعه هي ما بغاتش كاع توافق ولا تقولها حتى الاب ديالي. صافي ديك الساعه مشيت عند داك الدري وقلتها ليه، قال لي امضرا واش وفقت الام ديالك؟ انا قلت لي ديك الساعه لا راه ما بغاتش. صافي هو ديك الساعه من قلتها ليه بقى فيه الحال بزاف، حيت كان كيبغيني بزاف وكنا ناويين بواحد الحاجه اللي زوينه ونزوجو. صافي ديك الساعه مشى في حالته وانا مشيت للدار، حتى كنسمع الام ديالي كتجوي في التليفون وكتقول والله حتى انا عجبني بزاف داك الدري وباينه عليه معقول ودخل ليا الخاطري سبحان الله. صافي انا دخلت للبيت وقلت لها مع من كدوي؟ قالت لي لا راه غير خالتك، راه واحد الدري شافك وراه بغى يتزوج بيك وراه ظريف وراه غادي يتهلا فيك. هي ديك الساعه بالزربه مشات قالت على الاب ديالي، والاب ديالي زقران بزاف يعني بغى غير الفلوس وبغى غير يتهنى منا. مشات قالتها ليه، هو وافق ديك الساعه حين قالت ليه باللي راه لاباس عليه وهادي داكشي باش وافق. صافي هو قال لي يا شوفي راه غادي تزوجي بيه بز منك وما غاديش تقولي لا. صافي داش سيمانه وداروا مع الناس باللي غادي يجيو. انا بقى فيا الحال بزاف وغير كنبكي يعني ما عرفش شنو ندير، واش نهرب ولا نقولها ليهم، انا ما عرفش ديك الساعه شنو ندير. صافي مشيت عند اختي دارها، هي باقي ما مزوجاش، مشيت قلتها ليها وعاودت ليها كل شيء. هي ما بغاتش، قالت لي اعطيني اتساع، انا ما تدخلينيش في هادشي ديالكم. صافي هي ما بغاتش تعاونني، انا طلبتها غير باش تقولها ليهم ولكن ما بغاتش. صافي داشت سيمانه وجاو الناس للدار، هو مو ما عندوش، جا غير الاب ديالو خوتو. صافي ديك الساعه ركبنا الخواتم وانا مقلقه بزاف وما عجبنيش الحال كاع بمره، ولكن هو فرحان كيبان عليه واحد السيد اللي ظريف الصراحه.
صافي داز داكشي كلشي هو هداك صافي ومشاو فحالهم. انا مشيت ديريكت لواحد البيت وبقيت غير كنبكي وكنغوت تنقول لهم انا راه ما بغيتوش. واخا هو في الصراحه زوين وظريف بزاف ولكن انا والو ما دخلش ليا الخاطري بمره. انا بغيت داك الدري ولكن هما ما تفهمونيش بمره. صافي انا مرضت بزاف وبقيت غير في الدار حتى شافني الام ديالي بديك الحاله قالت لي صافي الا ما بغيتيش ما غاديش نبززو عليك شي حاجه على خاطرك. انا ديك الساعه فرحت بزاف وعنقتها وبقيت غير كنغوت. صافي ديك الساعه صونيت لهداك الدري صونيت ليه باش نعاود ليه كلشي ولكن تقلب كلشي سفى علاه انا فرحت. ولكن جا الاب ديالي بقى غير كيغوات كاع ليا لا راه غادي تزوجي بيه بز منك. صافي انا مشيت عنده قلت ليه اسمح ليا. صافي ديك الساعه تودعنا انا وياه بقيت غير كنبكي بزاف. صافي ما بقيتش عارفه ديك الساعه شنو ندير واش نوخر ولا شنو نسبق. صافي قلت غادي نمحيه من بالي. صافي هذاك الخطيب جا للدار وشرى لي واحد التليفون باش نبقاو نتواصلوا انا وياه واخا انا ما حاملاش كاع ندوي معاه. كيبقى كيصوني عليا وانا ما كنجاوبوش ولكن والدي سقوا لي الخبار وقالوا لي لا علاش ما بغيتيش تدوي معاه تشدي ليه الخاطر. وبقاو كيغوتوا كاملين. صافي بقينا كنهضروا عادي من بعد شهر وتزوجنا مشيت لداري ولكن تما هي غادي تقلب كلها سفاها على علاها. صافي مشيت لداري في الاول كانوا زوينين معايا عادي قال لي عودي طيبي وناكلوا مجموعين. انا قلت لي راني ما كنعرفش نطيب ديك الساعه يعني كنت غير القرايه وهادي وراني قلتها لي في الاول. صافي قال لي ما ديري في بالك والو انا راه عندي واحد خويا كيعرف يطيب وغادي يعلمك باش عادي تطيبي لينا. صافي هي هاديك خوه بدا يعلمني حتى عرفت كل شيء. والام ديالي كانت ديما كتوصيني وكتقول لي عافاك غير عاونيهم راه ما عندهمش امهم وكتوصيني وكتقول لي تهلاي فيهم. وانا وليت هزاهم وليت كنطيب ليهم ولاو غير كيخنزروا فيا انا ما عرفت حتى شي حاجه. واحد خوهم ما كيحملنيش وغادي يدير معايا واحد الحاجه اللي اخرى. حتى لواحد النهار صدمت عمري كنت جالسه كنتفرج عادي ودخل بلا ما يدير الحس وحيد لي التليكوموند من يديا قال لي اش كديري. قلت لي انا راه كنتفرج. هو يقول لي شوفي انا غادي ندير لك واحد الحاجه اللي غادي تعجبك ويدير لي واحد الافلام اللي يعني بلا ما نقول لكم اباحيه بزاف. انا تخلعت ديك الساعه قال لي اسكتي ما تقولي حتى شي حاجه. انا ديك الساعه بديت غير كنغوت مين شافني بحال هكا قال لي اسكتي انا راه غير كنضحك معاك. صافي من تماك ولا شد معايا الزكير. صافي وليت عايشه فواحد الرعب في الدار وليت ما كنخرجش كاع من البيت حتى كيجي راجلي. صافي وليت عايشه داك الرعب في الدار ولا شد معايا الزكير بزاف وبغى يشد معايا غير صداع. حتى لواحد النهار اللي قال لي راجل راه غادي يجي واحد البلومبي للدار وياك تخرجي حتى يمشي. صافي انا داكشي اللي درت جا داك البلومبي وحل ليه لوسي انايا الدار. صافي حتى مشاو منين جا راجلي مشى عنده لوسي قال لي مشتي مرتك راه جا داك البلومبي وخرج عندنا بواحد اللباس لي هو ماشي حتى لهيه وبدات كضحك. جا راجلي عندي قال لي شنو درتي شوهتيني وانا بقيت غير كنغوت وكنحلف ليه بلي هادشي راه ما كانش وغير طيح عليا الباطل. من تماك بدينا في صداع والمشاكل وبداو غير شادين معايا العكس باش يخرجوني من هاد الدار.
انا ديك الساعه قلت لي عافاك شري لي شي دار بوحدي، ولكن هو ما بغاش، قال لي انا ما نقدرش نتخلى على الاب ديالي خويا هما اللي عندي. صافي ديك الساعه تزيدنا في الهضره بزاف وتسرفقني، مشى عند والديا وتشكى ليا عليهم، ولكن والديا قال لي لا غير صبري وهادي. عند والديا الاب ديالي واحد السقران يبغى هو غير الفلوس، قال لي يا سيري وصبري وسكتي. ولكن الصراحه هو ظريف، ولكن خوتو اللي خرجوا ليا من الجنب من بعد قال لي انا ما بقيتش حاملك ويبعدي ليا. صافي انا ديك الساعه قلت نصبر، ولكن خوتو قالوا ليه طلقها راه وغادي نجيبوا لك لالاها، وهذيك راه غير عروبيه ماشي من المستوى ديالنا. من بعد عام عرف باللي خوتو هما اللي كيديروا ليا بحال هكاك، وبغاو يجبدوا معايا الصداع باش نتفارقوا، وغير كيكذبوا عليا وكيطيحوا عليا الباطل، وبغاو يفرقوني عليه كل شيء عرفوا. صافي من بعد رجعنا لبعضياتنا، ولدنا وليد الحمد لله، من بعد الصبر ديال 9 سنين ديال الزواج، والحمد لله انا صبرت بزاف وربي كبير وجازاني الحمد لله، وربي ما خيبنيش الحمد لله. وهذه هي قصتي، كنتمنى تعجبكم وتكون عبرة لأي بنت، وما عليكم غير بالصبر. وهذه هي قصتي مع لوسي، كنتمنى تعجبكم.